وسط ملايين الفيديوهات على يوتيوب كل يوم، السؤال هو إزاي الفيديو بتاعنا ممكن يخطف العين؟ إزاي يخلي حد يقف ويكمل؟ الموضوع أكيد أكبر من مجرد محتوى كويس وخلاص. بالضبط كده. معانا النهاردة مصادر كتير ومتنوعة. بنتكلم عن مدونات تسويق، دراسات جديدة عن الخوارزميات، حتى كتب لخبراء سيو متخصصين. هنحاول نستخلص منها أهم الأفكار. أهم النقط اللي ممكن تكون مش بديهية أوي. فعلا، عشان نفهم بجد إيه اللي بيفرق في عالم يوتيوب ده. وهنركز على حاجتين أساسيتين: الواجهة اللي هي الصورة المصغرة أو الثامنيل، والمحرك الخفي اللي هو السيو، تحسين محركات البحث. تمام، المصادر دي فعلا بتعرض وجهات نظر مختلفة ساعات، بس في خيوط مشتركة واضحة بينهم. يعني إزاي نستخدم الأدوات دي صح؟ مظبوط. هدفنا النهاردة مش مجرد نلخص اللي قريناه، لأ، إحنا عايزين نشوف إيه النقط اللي فعلا مثيرة للاهتمام أو اللي معظم المصادر متفقة عليها، عشان نساعد أي حد بيعمل محتوى ياخد خطوات عملية لقدام. حلو جدا. طيب نبدأ بالواجهة دي، الثامنيل، الصورة المصغرة. المصادر كلها تقريبا مجمعة إنها ممكن تكون هي الفاصل، هي السبب إن حد يدوس أو يطنش الفيديو خالص. دي حقيقة مؤكدة، أول انطباع حرفياً. أيوة. واللافت بقى في تحليل المصادر دي إن الموضوع مش بس ألوان حلوة وخلاص، لأ، في زي علم نفس كده ورا التصميم. إزاي يعني؟ يعني مثلا كذا مصدر تسويقي أشار لدراسات بتقول إن استخدام وشوش بتعبيرات قوية زي دهشة، فضول، فرحة بتزود نسبة النقر بشكل ملحوظ. أكتر من الوشوش المحايدة أو الصور اللي ما فيهاش وشوش أصلا؟ بالظبط. التباين في الألوان كمان مهم جدا، مش بس عشان الصورة تبقى يعني منورة كده وجذابة، لا، عشان إيه طيب؟ لأ، كمان عشان تفاصيلها تفضل واضحة حتى لو اتعرضت صغيرة قوي على الموبايل. عارف لما بتبقى بتقلب بسرعة؟ طبعا لازم تتشاف بسرعة. أيوة، فالبساطة هنا مهمة قوي. وممكن كمان زي ما بعض المصادر بتقترح إضافة نص قصير بخط واضح ومقروء. في أنواع خطوط معينة زي بيبا سنوي أو إمباكت بيقولوا بتشد الانتباه أكتر. نقطة الوشوش دي فعلا بتتكرر كتير. طيب بالنسبة للمواصفات بقى، الأرقام والمقاسات، المصادر بتقول إيه؟ بصي، في شبه إجماع على المقاس المثالي اللي هو 1280 في 720 بكسل. اللي هي نسبة 16 ل 9. تمام. ليه بقى؟ عشان ده بيضمن إنها تظهر كاملة وواضحة على كل الأجهزة، يعني من أصغر موبايل لأكبر شاشة تلفزيون. منطقي. والجودة والحجم؟ الجودة طبعا لازم عالية بصيغة JPG أو PNG، والحجم خد بالك من النقطة دي، مهم ما يزيدش عن 2 ميجا بايت. عشان التحميل يبقى سريع، صح؟ أيوة، وما يقلش عرضها عن 640 بكسل عشان الوضوح ما يضيعش. والمصادر بتقترح أدوات كتير بقى للتصميم. زي إيه مثلا؟ في كانفا، وده ناس كتير بتلاقيه سهل خصوصا للمبتدئين، وفي فوتوشوب طبعا للي عايز تحكم أدق وتفاصيل أكتر. تمام. وحتى برامج المونتاج زي فيلمورا بقى فيها إمكانيات كويسة لعمل الثمنيلز. م. وللضغط بقى عشان نقلل الحجم من غير ما نأثر على الجودة، في أدوات زي تايني بي ان جي، ودي ممتازة الصراحة. حلو قوي. يبقى كده ظبطنا الشكل والمواصفات، بس ده لوحده مش كفاية. إزاي نضمن إن يوتيوب أصلا بيلاقي الفيديو بتاعنا عشان يقترحه للناس الصح؟ هنا بقى ندخل على الSEO. تحسين محركات البحث الخاصة بيوتيوب، المصادر بتفصله بأكتر من طريقة. صحيح. الSEO ده هو يعني زي الجسر بين المحتوى بتاعك وبين المشاهد اللي بيدور عليه بالظبط. الخوارزميات زي ما في مصادر أكاديمية بتشرحها بتحاول تفهم الفيديو ده بيتكلم عن إيه. وإيه مدى جودته كمان؟ بالظبط، بناء على عوامل كتير قوي. أهم عامل فيهم تقريبا واللي الكل متفق عليه هو الكلمات المفتاحية أو الكيوردز. دي أساس السيو في أي حتة تقريبا. أيوة. النقطة بقى اللي كل المصادر من خبراء السيو للمدونات العادية بتشدد عليها هي البحث الكويس والدقيق عن الكلمات دي. مش أي كلمات وخلاص يعني. لا طبعا. الأهم كمان من الكلمات العامة الواسعة هي الجمل الطويلة شوية اللي بيسموها long tail keywords. اللي هي بتبقى محددة أكتر. على الأكتر. طب ونجيبها منين الكلمات دي؟ ممكن من اقتراحات بحث يوتيوب نفسها لما تبدأ تكتب كلمة، أو من جوجل ترندز عشان نشوف إيه اللي الناس بتدور عليه. وفي بقى أدوات مساعدة متخصصة زي تيوب بودي وفيد آي كيو، دي بتدي تحليلات أعمق ومقترحات أكتر. تمام. وعرفنا الكلمات المهمة، نحطها فين بقى بالظبط؟ المعروف طبعا العنوان والوصف والتاجز،
بس يريد في بعض المصادر إن في أماكن تانية ممكن الواحد يغفل عنها. نقطة ممتازة دي. العنوان طبعاً بحاوي جداً، ولازم الكلمة المفتاحية الرئيسية تكون فيه، ويا سلام لو في أول العنوان كمان. ده بيفرق قوي في الرانكينج. جداً. الوصف كمان لازم يبقى طبيعي ومفصل، بيشرح الفيديو فعلاً مش مجرد حشوة كلمات وخلاص. العلامات أو التاجز بتساعد برضو. إيه تاني بقى غير دول؟ في إشارات مثيرة للاهتمام في بعض المصادر لأهمية إنك تحط الكلمة المفتاحية في اسم ملف الصورة المصغرة نفسها قبل ما ترفعها. دي جديدة عليا شوية. وكمان إنك تنطق الكلمات المفتاحية بوضوح في أول الفيديو نفسه، ده ممكن يساعد الخوارزميات تفهم المحتوى أسرع عن طريق الكابشنز الأوتوماتيكية. منطقي برضو. وحتى وصف القناة العام، عنوان القناة نفسها، لازم يعكس المحتوى الأساسي اللي بتقدمه باستخدام الكلمات دي. يعني الموضوع متشعب، مش مجرد كام كلمة في العنوان والوصف. بالظبط. طيب هل في عوامل تانية مهمة بنفس قوة الكلمات المفتاحية دي؟ أكيد طبعاً في عامل تاني حاسم بيسموه وقت المشاهدة أو الواتش تايم. قد إيه الناس بتقعد تتفرج؟ أيوة، كل ما المشاهد قضى وقت أطول في الفيديو بتاعك أو حتى على قناتك بشكل عام يتنقل بين الفيديوهات، دي إشارة قوية جداً ليوتيوب إن المحتوى ده قيم وبيشد الناس. طب وإزاي نزود ده؟ المصادر بتقترح كذا طريقة، منها إنك تعمل قوائم تشغيل أو بلاي ليست تكون منطقية ومترتبة بتخلي المشاهد يتفرج على فيديو ورا التاني ليهم علاقة ببعض. تمام. أو إنك تستخدم الفواصل الزمنية أو الشابترز جوه الفيديو نفسه خصوصاً لو طويل، دي بتسهل على المشاهد إنه يلاقي الحتة اللي بيدور عليها ويكمل. التفاعل برضو مهم، صح؟ اللايكات والكومنتات وكده. مهم جداً طبعاً، اللايكات، المشاركات، وطبعاً التعليقات. وهنا في نقطة لفتت نظري في نصائح خبراء السيو، وهي إن ردك على التعليقات ده مش مجرد ذوقيات. لا، إزاي؟ لأ، الخوارزميات نفسها بتعتبره إشارة إيجابية، بتدل إن القناة دي حية وصاحبها متفاعل مع الجمهور، ده بيساعد في الترتيب. معلومة مهمة دي. وأخيراً الترويج الخارجي، إنك تشارك الفيديو بتاعك بره يوتيوب، على السوشيال ميديا، في مدونة لو عندك، ده بيجيب مشاهدات أولية مهمة ممكن تساعد الفيديو يقوم في الأول. تمام قوي. يبقى نقدر نقول إن المعادلة، يعني عشان نلخص، واضحة إلى حد كبير. صورة مصغرة متصممة بذكاء، شكلها حلو ومواصفاتها مظبوطة عشان تجذب العين وتوصل الرسالة بسرعة. مظبوط. ومعاها استراتيجية SEO قوية. بنستخدم الكلمات المفتاحية صح في كل حتة نقدر عليها، وبنركز على عوامل تانية زي وقت المشاهدة والتفاعل. بالظبط. الاهتمام بالتفاصيل دي كلها مش مجرد تحسينات إضافية أو رفاهية، دي بقت أساسيات عشان الفيديو ياخد فرصة ويظهر وسط الزحمة الرهيبة دي. كلام سليم جداً. ودي ممكن تكون نقطة كويسة نسيب المستمع يفكر فيها بعد ما نخلص كلامنا. لو كل فيديو بنعمله thumbnail و SEO مخصوص ليه، إزاي ممكن نفكر بشكل أشمل؟ بمعنى إزاي ممكن نوحد أسلوب الصور المصغرة بتاعتنا واستراتيجية الكلمات المفتاحية اللي بنركز عليها عشان نبني هوية بصرية وموضوعية للقناة كلها على بعضها، هوية تخلي المشاهد مش بس يلاقي فيديو واحد بالصدفة، لأ، ده يرجع يدور على القناة دي بالاسم، لأنه بقى عارف هو هيلاقي فيها إيه وإزاي، حاجة تبني ولاء يعني.